السلام عليكم. صلوا على النبي كده في بداية الفيديو كده. الفيديو ده كبير شوية، ولكن اللي مش هيسمعه للآخر هيندم ندم عمره. ليه؟ لأن الفيديو ده فيه من 15 ل 20 درجة في الامتحان. وطبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات اللي هو قدامك ده، وهسيب لك اللينك بتاعه في أول كومنت. اتكلمنا على 21 درجة اللي هي النظري بتاع أول 4 بيبان. فأنت كده بالفيديوهين ضامن من 35 ل 40 درجة بإذن الله. نبدأ نشوف في الفيديو ده أهم المسائل اللي هي هتجيلنا في الامتحان. المسائل اللي أنا هقول لك عليها النهاردة دي هيجي منها 6 مسائل من ال8 مسائل اللي انا هقول لك عليهم دول. هيجوا اقل حاجه 6 مسائل. والمساله المهمه جدا اللي هي بتتكرر في كل امتحان واللي هي بنسبه كبيره جدا هتيجي في الامتحان السنه دي، انا شرحها لك بالتفصيل وبقول لك ده هيجي واحده شبهها بالظبط، شرحها لك في اخر 14 دقيقه كاملين، لانها مساله مهمه جدا 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 هتخليك بعد كده تحل اي مساله هتجيلك، فمهم جدا انك تسمعها. يبقى اول حاجه هنبدا كده باذن الله. اول حاجه مسائل المعايره لازم هتكون في وشك في الامتحان. طب ايه اهم المسائل اللي موجوده في مسائل المعايره اللي ممكن تجيلي؟ اللي هو يربط لك المعايره بالنسبه اللي هي كاتبها لك رقم 2 ولكن هي يعتبر رقم 1 بس. هي دي المعايره ممكن تجي لك مباشره جدا 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 اللي هو القانون وخلاص، وممكن يربطها لك بالنسبه، وهو بيعمل كده كل سنه بيربطها لك بالنسبه، علشان كده ما بتعرفش تحلها يا باشا. وهي دي المساله اللي انا شرحها لك بعد شويه في الفيديو ده، عشان كده مهم انك تسمعها كويس عشان تحل اي حاجه تقابلك في الامتحان معايره بالنسبه. تمام؟ وكاتب لك جنبها ايه؟ الناس بتغلط فيها، عشان كده هشرحها لك بعد شويه في الفيديو. هيجي لك مساله على التطاير. وشوف الفيديو اللي قدامك ده، والله هتسمعهم من هنا هتضمن الدرجه بتاعت التطاير من هنا. ابحث عنهم بنفس العنوان ده هتلاقيهم موجودين بالصوره اللي قدامك دي. هيجي لك مساله ده كده الباب الثاني المسائل اللي موجوده فيه. طبعا استنونا يا جماعه في فيديو رقم 3 اللي هو هقول لك اهم المعادلات اللي هتيجي في الامتحان باذن الله. هيجي لك مساله على الكي سي وهتكون سهله جدا ومباشره جدا، اللي هو هيدي لك التركيزات وانت بالقانون هتطلع الناتج وخلاص. دي هتكون مباشره، او ممكن يجيب لك دي او الكي بي، يعني ممكن الكي سي او الكي بي معاها ممكن يبدل لك، وفي كلتا الحالتين هيبقى القانون وخلاص تطبيق مباشر عليه جدا. هيجي لك مسألة على البي او اتش او البي اتش وهتكون يعني فيها فكره بسيطه جدا كده، وانا هحاول اعمل فيديو ليهم البي اتش والبي او اتش لان انا مش شارحهم على القناه عندي. دي لازم هتيجي في الامتحان. هيجي لك مساله عن كي اس بي. تمام؟ وطبعا ناس كتير جدا بتغلط في المساله دي، عشان كده بيحب يكررها كل سنه لان نسبه كبيره من الطلاب ما بتعرفش تحلها. فعشان كده انت تسمع الفيديو اللي قدامك ده هتعرف تحلها. تمام؟ ابحث عنه بنفس الاسم، مفيش مشاكل بعد كده هتحلها، يعني هتحلها مفيش كلام. هيجي لك مسألة على قوانين الاي ام اف عندك اللي هي القوة الدفع الكهربية. دي هتيجي في الامتحان، لازم تيجي، خلي بالك منها. تمام؟ وشرحها انا على القناة عندي برضو. هيجي لك مسألة على قانون فاراداي التاني. طبعا قوانين فاراداي التانية بتغلب معظم الطلبة، فعشان كده الكام فيديو اللي قدامك دول لو انت بحثت عنهم باذن الله هتقفل قوانين فاراداي. يبقى بالنسبه للمسائل كلها يا جماعه دول اهم المسائل. دول كام مساله قدامك؟ دول 8 مسائل، هم يعتبر المعايره او دي يعتبر مساله واحده، هنعتبرهم 8 مسائل. دول هيجي منهم 6 مسائل على اقل حاجه خالص، عليهم من 15 ل 20 درجه. والمساله اللي هسيبك تسمع الشرح بتاعها دلوقتي دي باذن الله هتيجي في الامتحان. اول حاجه كده يا جماعه بصوا، هو هيجي لنا مساله بيقول لك ايه. دي مساله دي في كتاب المدرسه ومساله مهمه جدا. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك مخلوط من ماده صلبه يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم. اول حاجه انا هبدا اشرح لك المساله في ورقه بره كده، وبعد كده نرجع ونحلها تاني بعد ما انت تكون فهمت انا بحل ازاي. هو قال لك مخلوط من ماده صلبه يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم. يعني مخلوط، يعني في حته قطعه كده، تمام، فيها هيدروكسيد صوديوم NaOH، وعندك موجود فيها كلوريد الصوديوم NaCl. المادتين دول موجودين مخلوطين مع بعض. تمام؟ بيقول لك لزم لمعايرة 1 جرام 1/10 جرام منه، يعني اخدنا الجزء منها كده، الجزء ده رحنا اخدينه ورحنا وزناه لقيناه الكتلة بتاعته 1/10 جرام، اخدناه. فبروح رايحين نحطه بقى فين؟ في المعايرة، عايزين نعمل له معايرة. لازم لمعايرة 1/10 جرام منه حتى تمام التفاعل 10 مللي من حمض هيدروكلوريك، ومديلك التركيز بتاع حمض الهيدروكلوريك. احسب النسبه المئويه لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط. اول حاجه كده تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت لقيت كلمه احسب النسبه المئويه في مساله، اول حاجه هتبص فيها المساله دي فيها كلمه معايره ولا لا.
لقيت فيها كلمة ليه معايرة أو معايرة أو أي كلمة خاصة بالمعايرة. طالما لقيت أي كلمة خاصة بالمعايرة يبقى لازم هتكتب معادلة، دي يبقى لازم هتكتب معادلة. طالما لقيت معايرة سواء في النسبة أو أي حاجة هتكتب مين؟ المعادلة، زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت. وهتكتب المعادلة موزونة. طب أنت ما تعرفش تكتب المعادلات موزونة؟ طبعا في كل الفيديوهات اللي فاتت أنا كنت بعلمك إزاي برضو تكتب معادلة، ودلوقتي وأنا بكتب معادلة هوريلك إزاي تكتبها وإزاي توزنها برضو. يبقى دلوقتي لو أنت سمعت الفيديوهات كلها اللي فاتت هتقدر تجمع لنفسك معلومات كبيرة جدا، وتقدر توزن المعادلة صح، وتقدر تكتبها بأسلوب كويس. أول حاجة كده هو قال لي لمعايرة، يبقى أنا لازم أكتب معادلة. المعادلة دي هتكون عبارة عن إيه؟ حمض وقلوي. طب الحمض عندي هو قال لي حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl، زائد أنا عايز القلوي هنا. بس استنى يا عم الحاج، ده هو قال لي مخلوط، المخلوط ده فيه فيه NaCl وفيه NaOH. طب انا هختار مين فيهم دلوقتي؟ هختار ده ولا ده عشان احطه هنا؟ هقول لك على حاجه، مش ده الحمض. انت عايز تعرف مين القلوي فيهم؟ القلوي فيهم اللي هو فيه OH، يبقى انا هختار ده، يبقى اختار NaOH. تبادل مزدوج عادي جدا يا جماعه، ده الموجب وده السالب، ده الموجب وده السالب. الموجب هنا مع السالب هنا هيديني H2O، زائد الموجب هنا NaCl مع Na مع الCl هيديني NaCl. طيب يبقى كده المعادلة موزونة والمعادلة واضحة جدا قدامك. يبقى أنا أول حاجة هكتبها في المسألة لما يجيب لي معايرة هكتب المعادلة. طيب دلوقتي هو قال لك نسبة مئوية، لقيت في المسألة كلمة نسبة مئوية، تيجي جاي في آخر الصفحة من تحت خالص كده تكتب النسبة المئوية. هو عايز النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم، تكتب له كده النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم، اكتب بسرعة عشان الوقت، بيساوي كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللي هي NaOH على كتلة العينة، تمام، في 100. طيب أنا هقنعك بالقانون ده علشان القانون ده هتلاقيه كتير جدا وأنت تقدر تستنتج القانون ده بدماغك. أنت دلوقتي لو عندك الشوال ده شوال أهو مليان قمح، تمام. طبعا احنا عارفين إن القمح ده بيكون جواه طوب، اللي هو الطوب الصغير ده اللي هو لسه طبعا جاي من الغرفة بيكون جواه طوب اهو. فانا عايز احسب النسبة المئوية للطوب ده في العينة، يعني عايز اشوف مثلا دي 100 كيلو، فانا عايز اعرف كام كيلو او النسبة المئوية للطوب كام. فاول حاجة بعملها باخد الحجم او باخد كتلة او عدد، بس هنا خلينا في الكتلة، لو هنا بالمية فطبعا باخد الكتلة للحاجة اللي أنا عايز أجيب النسبة المئوية بتاعتها. أنا عايز أجيب نسبة المئوية للطوب هنا، يبقى آخد كتلة الطوب أهو على كتلة الشوال كله اللي هي 100 كيلو وأضربهم في 100. طب أنا عايز أجيب النسبة المئوية للقمح في الطوب، طبعا لو كان الطوب كتير جدا والقمح قليل يبقى هجيب كتلة القمح على كتلة العينة كلها أو كتلة الشوال كله في 100. هنا بالظبط كده هو بيقول لك عايز كتلة هيدروكسيد الصوديوم في المخلوط. طب المخلوط ده عندي بيتكون من ايه؟ من عندك من NaOH وعندك NaCl، يبقى هجيب كتلة NaOH على كتلة العينة كلها. طب ما انا كتلة العينة كلها وطبعا هضربهم في 100 بواحد من 10 مديها لي في المسألة، يبقى انا عرفت ده اول استخدام بتاعه هيتحط هنا يبقى في النسبة المئوية. طيب يبقى انا دلوقتي هبدأ افكر بقى علشان احل المسألة صح. انا دلوقتي مش عارف الفكرة بتاعتها، هبدأ افكر كويس. طب انا دلوقتي عايز كتلة هيدروكسيد الصوديوم لان انا جبت كتلة العينة اللي هي 1 من 10 في المسألة، عايز اجيب كتلة هيدروكسيد الصوديوم. اكتب هنا الكتلة وابدأ افكر ايه هو قانون الكتلة. هلاقي عندي في قانون بيقول لك ان الكتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية، تمام. القانون ده جبته منين؟ ما انا عندي قانون بيقول لك عدد المولات يساوي كتلة المادة على الكتلة المولية. هضرب طرفين في وسطين هتطلع لي الكتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية، يبقى هكتب هنا الكتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية. هبدأ أفكر طب أنا أجيب الكتلة المولية دي منين؟ الكتلة المولية دي يا جماعة عايزك تفهم حاجة، هو هيكون مديلك في المسألة مثلا إن إيه ب 23 أو ب 16 اتش بواحد، دي هيكون مديها لك الكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم، فأنت تيجي كاتب كده رمز هيدروكسيد الصوديوم إن إيه أو اتش. الكتلة المولية مش دي ب 23 يبقى هنا تكتب 23.
زائد الأو ب16 تكتب 16 زائد الاتش ب1 تكتب 1 وتجمعهم كلهم هيدولك 40. ال40 دي اسمها الكتلة المولية. حلو أوي الكلام أهو. يبقى هجمع الأرقام دي ب 23 وده ب16 وده ب1 هجمعهم كلهم 40. يبقى 40 جرام دي اسمها الكتلة المولية. طب ده كده الحمد لله، ده أنا جبت الكتلة المولية ب40، بس لسه ناقصني عدد المولات. أجيب عدد المولات منين؟ ده أنا عندي قانون بيقول لي عدد المولات اللي هو كتلة المادة على الكتلة المولية. واحد يقول لك هكتب كتلة المادة على الكتلة المولية، لا. طب انا اصلا ما عنديش كتلة المادة. ما أنا لو عندي كتلة المادة كنت عوضت بيها على طول. يبقى افكر تاني كده في قانون واحد تاني. يبقى طالما كده يا جماعة انت اول حاجة لقيت ان المسألة دي خاصة بنسبة وفي معايرة، يبقى هتجيب عدد المولات من المعايرة نفسها، من المعادلة نفسها، من القانون اللي هو بيقول لك ايه؟ التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. القانون بيقول لك كده، التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. اذا عدد المولات هنا بيساوي التركيز في الحجم باللتر. الخلاصه يا جماعه، انا دلوقتي بفهمك ازاي تبدا تحل المساله. اول حاجه هتجيلك نسبه مئويه خاصه بمعايره، يبقى انت اول حاجه هتكتب قانون النسبه المئويه هنا وتشوف ايه اللي عندك. انا عندي الكتله العينه، عايز كتله هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم. ابدا افكر اجيب قانون الكتله لقيتها بتساوي عدد المولات في الكتله الموليه. لقيت عندي الكتله الموليه عرفت اجيبها، اكتب فوق كده الكتله الموليه وعرفت اجيبها، بس ناقصني عدد المولات. لقيت عندي قانونين لعدد المولات، واحد ما ينفعش لان احنا محتاجين الكتله، واحد تاني ينفع اللي هو خاص بالتركيز هجيب منه التركيز في الحجم باللتر. وطالما كده انا عندي معايره يبقى لازم هستخدم المعادله اللي هتجيني. يبقى انا كده عرفت ايه الطريقه اللي انا اقدر احل بيها. تيجي بقى نحل ونشوف المساله هتكون عامله ازاي. يلا بينا نحلها. يبقى انا دلوقتي كده فهمتك تبدا تحل المساله ازاي عشان تبدا تشوف الفكره بتاعتها وتعرف الفكره بتاعتها. اول حاجه اتفقنا هنكتب المعادله كتبناها من شويه، هتبقى ان ايه او اتش زائد اتش سي ال. طبعا اتبدلوا طبعا مش هتفرق، يعني لو اتش سي ال هنا هي مفيش مشاكل. فهتبقى ان اي سي ال زائد اتش 2 او. حلو قوي الكلام. اتفقت معاك. هبدا ايه اكتب لك هنا النسبة المئوية لأن AOH بتساوي طبعا كتلة NaOH في العينة على كتلة العينة كلها في 100 بتساوي كتلة NaOH مش عارفها، لكن كتلة العينة كلها عارفها ومديها في المسألة ب1/10 في 100. يبقى متبقي لي من كتلة NaOH اطلع فوق اكتب كتلة NaOH. الكتلة بتساوي ايه؟ اتفقنا قلنا الكتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية. عدد المولات في الكتلة المولية. تمام. يبقى بتساوي عدد المولات لسه معرفهاش، هسيب لها مسافة اهي في الكتلة المولية طلعناها دلوقتي من شوية ب40. يبقى أول حاجة هعمل كده هسيبهم فاضيين واكتب له فوق هنا الكتلة المولية لأن NaOH بتساوي 23. الأرقام اللي احنا كتبناها فأنا مش عايز أكتبها تاني، بس أنت في الامتحان هتكتبها هيطلع لك في الآخر ب40. يبقى هنا أكتب 40. تمام. ناقصنا عدد المولات بقى. انا دلوقتي عرفت هجيب عدد المولات منين. ما اي مساله نسبه هتجيلك بنفس الترتيب ده. هتجيب عدد المولات من المعادله. ازاي بقى؟ طالما انا عندي كلمه معايره يبقى هستخدم مين؟ كل الكلام اللي اقول لك عليه ده تعمله بالحرف الواحد. طالما لقيت كلمه معايره هنا، ده القاعده صح وده الحمض. ام بي من قوانين المعايره اهو، في بي ان بي. هنا ام اي في اي ان اي. طبعا الان ب1 والان ب1. تمام. الام طبعا الان دي يا جماعه اللي هي الرقم اللي قدام، ان بي الرقم اللي قدام القاعده. هنا مفيش ارقام يبقى كانه 1. هنا الرقم ان ايه اللي قدام الحمض مفيش ارقام يبقى 1، لكن لو كان هنا في 2 كنت احط هنا 2. اتفهمت كده؟ تمام. طيب انا يا جماعه كده دلوقتي نقرا المساله مره تانية. بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك مخلوط من ماده صلبه يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم. عرفنا من الكلام ده هنستخدم مين فيهم؟ هيدروكسيد الصوديوم. لازم العدد 1 جرام منه حتى تمام التفاعل 10 ملي لتر من حمض الهيدروكلوريك. يعني حجم الحمض الهيدروكلوريك 10 ملي لتر. طيب اول حاجه انا هعرف ازاي الحجم هيكون مكتوب جنبه بالملي لتر او باللتر. يعني تلاقي ام كده او ال
او الاتنين مع بعض ملي لتر، يبقى ده تعرف ان هو الحجم. طيب اعرف منين التركيز؟ التركيز هتلاقي كلمة حرف الام كابيتال كده، او مول كل لتر، يعني مول كده وشرطة مايلة وجنبها ال، او كلمة مولر او مولاري، تعرف ان ده التركيز على طول. زي هنا اهو يا جماعة، من حمض هيدروكلوريك طبعا جنبه 1/10 مول كل لتر، ده تركيز حمض مين؟ الهيدروكلوريك، 1/10 لتر. طيب انا كده جبت 1/10 لتر. طيب قانون المعايرة كان بيقول لي ايه؟ ام ايه في الفي ايه على الان ايه بيساوي ام بي في الفي بي على الان بي. هبدأ افكر، انا دلوقتي عندي ده ام ايه في ايه، ما هو ده اسمه ايه يا جماعة؟ ده اسمه تركيز مين؟ تركيز الحمض. طب ده يا جماعة ده حجم الحمض. طب ما ده تركيز القاعدة اللي هي NaOH في حجم القاعدة اللي هي NaOH. الله، ده لسه واخد القانون يا جماعة بتاع عدد المولات يساوي التركيز في الحجم باللتر، صح؟ طب انا دلوقتي محتاج عدد مولات مين؟ انا محتاج عدد مولات NaOH. طب ما انا عندي اهو حجم NaOH، وعندي ده تركيز NaOH وحجم NaOH، بس للاسف ما عنديش قيمتهم. بس استنى، ده انا لو سويتهم بالمعادله دي، ما هي دي بواحد ودي بواحد، صح؟ يعني كده يطلع لك MaVA بيساوي MbVB. يعني انت تقصد ان انا اخد الاتنين دول مع بعض واقول عليهم عدد مولات NaOH؟ هما الاتنين دول عدد مولات NaOH. طب ما انا عندي دي موجودة ودي موجودة، اما هما الاتنين دول بيساووا بعض. دي عندي ب1/10 اهي، في دي ب10. بس استنى، ده هنا مديني دي بالملي لتر، وانا قلت لك في القانون ان عدد المولات بيساوي التركيز في الحجم باللتر، فهقسم ال10 دي على 1000، يبقى 1/10 في 1/1000 بتساوي عدد مولات مين؟ ال NaOH. يبقى انا كده بالآلة الحاسبة وهكتب 1/10 في 1/1000 بتساوي كام؟ بتساوي 10 أس سالب 3. يبقى انا عرفت ان عدد مولات ال NaOH بتساوي كام؟ بتساوي 10 أس سالب 3. يبقى هعوض هنا عدد مولات دي بتساوي 10 أس سالب 3، هضربها في ال40 هنا هتديني كتلة مين؟ NaOH. ضربناها في 40 اهي، تضربها في 40 هتدينا 4/100. إذا عرفنا إن الكتلة دي بتساوي 4/100 جرام، تمام؟ 4/100 جرام. هاجي راجع وأعوض ده من هنا، 4/100 جرام على 1/10 أهي، 4/100 جرام على 1/10 في 100 هتديني 40%. إذا يا جماعة دي النسبة المئوية اللي أنا طلعتها 40%. أنا دلوقتي معلش طبعا الكلام كله دخل في بعضه، بس انت اكيد فاهم الكلام اللي انا قلته. انا دلوقتي فهمتك اول حاجه، بتكتب قانون النسبه المئويه، بتشوف ايه اللي عندك وايه المطلوب. المطلوب اللي عندك تبدا تكتبه من فوق كده، انت رتبت خطواتك. يعني اول حاجه هتيجي في الامتحان انت كده فهمت الفكره، لقيت مساله زي دي، ابدا اول حاجه معادله، بعد كده اعمل كده، بعد كده اعمل الحاجات دي، طلع MaVA طبعا، واعمل دول عدد، اكتبهم عدد مولات NaOH.